كوارث الأهلي الدفاعية مستمرة أمام طلائع الجيش وغالبا كده هتخسروا الدوري. كاماتشو لاعب طلائع الجيش واقف بدون رقابة في الركنية. أقرب لعيب ليه هو ياسر، بس ما قدرش يوصل للكرة، وهقول لك ليه كمان شوية. ولو عايز تعرف الناس بقى كانت بتلعب كرة ازاي قبل اختراع مصيدة التسلل، اتفرج على لعيبة الأهلي وهم طالعين يضغطوا، ومروان عطية واقف حاضن لعيبة طلايع جوه الستة يارد. شوف بقى ياسر وهو بيتفرج على الكورة بس، ومش شايف لعيبة طلايع فين، عشان كده ما قدرش يوصل للكورة، وطبعا اتسجلت هدف. الجون التاني بقى بيوضح لك الهشاشة الدفاعية أكتر. كفاية دلوقتي في الأهلي إن لعيب واحد يتضرب من منظومة الضغط والمنظومة كلها تنهار. تريزيجيه سرح وساب الراجل بتاعه، فبقى واقف فاضي في فدان أرض، فلما اتلعبت له الكورة بقى بالعمري في موقف 2-على-1، وطبعا اضطر يطلع من مكانه، فاضطر ياسر إبراهيم يطلع يضغط هو كمان. مروان بقى بيكمل الأداء السيء. شوف المان بتاعه وشوف فرق الشراسة في اللعب. طبعا مروان ساب الراجل أساسا ووقف على حدود ال 18، وبقى هاني عليه 2 لعيبة جوه ال 18، بس بترجع الكورة، ولأن مروان وصل متأخر خسر الالتحام. بس استنى، لسه في واحد كمان مقصر. ياسر من بعد الكورة ما اترفعت لحد ما مروان خسر الالتحام مرجعش مكانه وواقف يتفرج. وطبعا مش هكلمك على الشناوي علشان تعب.